كده تتكلم انا عارف ان انا مخالف للقانون. طيب انا متاكد، انا فاهم الحكايه دي، وفاهم يعني انه في استفتاء، وانه في ماده 189 قالت ان هو المجلس الشعب والشورى بعد ما يجتمع في ظرف 6 شهور من يناقشني مهدرا قواعد الديمقراطيه وقواعد القانون وقواعد القضاء ما اقدرش في الاخر انا. يا اخي اول مره اشوف التيار الديني متمسك بالديمقراطيه زي اليومين دول، لانه ما بتشوفوهوش اصلا. انتوا لم تكونوا اليومين دول الديمقراطيه بالنسبه لكم بقت حلوه وجميله جدا، لانكم لم تكونوا تعرفونه. انت ما شفتوش، انت ما تعرفوش. انت حضرتك عندك كاميرا لم تسلطها عليه، فبالتالي ظل ما عشان كده بقول لك العار الثقافي في المجتمع ان في فصيلين مش شايفين بعض، ما بيقروش بعض. الجديد عندك انت ان انت بس بدأت تنظر الناحية دي فرأيت ما كان موجودا من عشرات السنين، كان موجود من عشرات السنين. انما انت ما دعيتنيش قبل كده وانا قلت لك عكس كده، والنهارده بقول لك عكسه. انما هو نفس الكلام الذي يقوله الاسلاميون الان هو اللي بيقولوه من 10 سنين، من 20 سنه، من 30 سنه، من 40 سنه. كانت الديمقراطيه، هو السلفيين كانوا بيتكلموا في ديمقراطيه ولا الاخوان كانوا بيتكلموا في ديمقراطيه من 10 20 سنه؟ هو كانوا يتكلموا فين دول؟ لا لما كنا بنتكلم معاهم كانت الديمقراطيه حرام، وكان ما علينا، مش عايزين نخش في يعني ايه في التفاصيل. ليه حضرتك قررت ترشح نفسك تبقى رئيس جمهوريه؟ والله شوف يا سيدي، الأحداث اللي حصلت بعد 25 يناير دي كان فيها من وجهة نظري على الأقل كارثة كبيرة جدا. الكارثة دي بتتلخص في إن أنا فوجئت بأن الذي يطرح في المجال السياسي عبارة عن أفكار مفردة. لا يمكن دولة تحكم بأفكار مفردة. الدولة لازم تحكم برؤية سياسية متكاملة. ده شيء جميل. وتحكم بطريقة مؤسسية في إدارة الدولة. مش إن أنا أطلع لي فكرتين في الاقتصاد وفكرتين في الاجتماع وفكرتين في كذا وكذا واعتبر إن دي توليفة. لا، لابد من رؤية. أنا الحقيقة أصابني هلع شديد جدا من طريقة التفكير الموجودة حتى في نشأة أحزاب، حتى في الأحزاب القائمة وهي بتطرح، حتى في المرشحين لمجلس الشعب ولا رئاسة ولا أي حاجة. هل معقول ده كلام اللي ضيعنا طول العمر؟ إن واحد تطلع في ذهنه فكرة فيكتبها ويعتبر ده برنامج سياسي. البرنامج السياسي لإدارة الدولة هو رؤية، هو صياغة، هو تصور، وبعدين تنزل تحته المفردات. فلما فوجئت بهذا، الله، ده أنا راجل بشوف ورحمة الله على الأستاذ مصطفى شردي وعلى يعني من كان قبله أيضا من انتخابات السبعينيات. كنت بشوف النواب وهم بيناقشوا وجود تضارب في الرؤية داخل برنامج الحكومة وداخل الخطة والموازنة في السبعينيات وفي الثمانينيات. السبعينيات عصر حسني السادات، والثمانينيات حسني مبارك، ورؤساء وزراء منهم الاقتصادي، وفي التسعينيات أيضا منهم الاقتصادي ومنهم السياسي القديم، يعني فؤاد محي الدين اللي كان مغروس في السياسة، إلى كمال الجنزوري وعاطف عبيد وعاطف صدقي، وإن كان عاطف صدقي ما كانش سياسي، ده جاء من جهاز المحاسبات وكان أستاذ في كلية الحقوق. إنما كان النائب العادي يقول هو ده برنامج حكومة غير متسق في رؤيته السياسية. ومع ذلك فوجئت بأن البلد اللي بيتقدم أو اللي بيتقدم من أفكار عبارة عن إن إحنا بنرجع لنفس المفردات القديمة، مفردة اقتصادية على مفردة اجتماعية على مفردة حرية العمل، حرية. النقطة الثانية الخطيرة إن لما تيجي حضرتك تكون في ظل قبة فولاذية منع كل الحريات والحقوق، وبعدين تنهار البوابات الفولاذية وأصبح من حق الشعب إنه يحكم نفسه بنفسه، وبعدين تفاجأ بإن اللي بيحصل هو إنه في خطة تصنيع لتيار غير حقيقي على إن هو اللي بيمثل البلد. لا فاهم يعني قصدك. يعني النهارده عمرو بيه بيتكلم عن الأحزاب اللي لسه لازم تاخد فرصتها. الأحزاب دي بتصرف في اليوم الواحد 3 مليون جنيه في اليوم الواحد. وحضرتك راقبتها ازاي؟ لا حضرتك اشتري الجرايد بس. لا انا بشتري الجرايد وكل حاجه. انا راجل صح. ليه كمل بس اشرح لنا. حضرتك بتسالني انت راقبتها ازاي؟ لا انت بتقول 3 مليون جنيه، انت حددت رقم. انا بحكي انت حضرتك سالتني راقبتها ازاي. قول لي جت ازاي يا فندم. انت حضرتك اشتري الجرايد وافتح لتجد اعلانات على صفحه كامله، وشوف كام جريده في اليوم الواحد تنشر لحزب واحد نفس الاعلانات. ايوه حزب العدل. وبعدين وغيره الحقيقه وغيره ايضا، وراجع ايضا
اعلانات التلفزيون والاذاعه اللي بتنزل لبعض الاحزاب، وبعدين اتمشى بعربيتك كده مثلا في محافظات الدلتا عشان تشوف حجم اللافتات والمقرات، 18 مقر في اسبوعين، وقول لي منين تمكنت هذه الملايين انها توجد بصفه يوميه ولتصنيع؟ يا ريت توجد، انا موافق، والاخوان ممكن يكونوا بيصرفوا اكتر من كده، وممكن انا اصرف اكتر من كده لو معايا، وممكن حضرتك تصرف اكتر من كده، انما انا عايز اقول انه لما يبقى التصنيع كل الحشد والكبس ده علشان توهم الناس باشياء هم مش مؤمنين بيها. ليه توهم الناس؟ ليه؟ يبقى ما دي اغلبها الاحزاب اللي طلعت من ميدان التحرير. ليه نوهم الناس؟ يعني ايه من ميدان التحرير؟ الناس اللي قامت بالثوره، اغلب الاحزاب ديت اللي انت بتتكلم. شوف حضرتك بيهم؟ اغلب احنا بنستضيفهم هنا. اي مجلس اداره بتاع اي حزب ده هم شباب الثوره، واحد فيه مصطفى النجار، واحد فيه وائل غنيم، واحد فيه نجيب ساويرس، واحد فيه مش عارف عمرو حمزاوي، كل الرموز كل الاسماء اللي كانت موجوده. حضرتك واحد فيه دومه، واحد فيه تليمه، في ناس انت تؤمن وتقول ان انت بتوهم الناس، مش كده؟ انما انت بتؤمن بحريه ان يصل الناس الى قرار خاص بيهم، صح؟ بالظبط كده، تمام. التفاعل الطبيعي. بعد اذنك، زي ما انت بتقول انت منعت من ان تظهر الى الناس، كل التيارات السياسيه المصريه منعت من ان هي تنزل الى الناس ايضا. هم ده نظرتهم اللي يكلمك على الشق الثاني. فزي ما انت النهارده، هو التيار الديني كان منع، هو اخر يعني. لا ما هو انت لا انت منعت، بس انت كنت بتشتغل بطريقه مختلفه تماما، مش هنخش في تفاصيلها. ان الاخوان كانوا بيشتغلوا ازاي، دقه الباب اللي حوالي، يعني دي حاجه مختلفه. كويس. الناس دي بتقول ادونا فرصه ان احنا ننزل نعرض فكرنا ده على الاماكن. انا عايزك تكمل لي بس الحته بتاعت الاحزاب دي. ليه بتعتبر ان ده تصنيع؟ مش هي دي الاحزاب اللي طلعت من ميدان التحرير؟ هو الاحزاب اللي تطلع من ميدان التحرير حتى لو انا لها عصمه، يعني افرض انا عملت حزب لاني طلعت من ميدان التحرير، لها عصمه؟ مش ليه بتقول تصنيع؟ ليه بتقول انها شيء مصنع؟ ايوه، لانه انا بعتقد انه اصل انا، خلي بال حضرتك، الحوار ده مش بيني وبينك، الحوار ده دلوقتي هناك دائما حكم اللي هو اللي بيسمع، اللي بيشوف. لما يبقى الهجوم ان انا محتاج الشعب المصري يتصور ان هو له اقتناع معين، وانا شايف ان ده مش اقتناع الشعب المصري، فيبقى من حقي انا، ده رأيي انا بس، رأيي انا حر. لا انت حر طبعا. بالظبط. فانا ارى ان هذه الاراء بتفرض على الشعب وهي مش حقيقة. اراء احزاب الثوره بتفرض على الشعب. لا، ده احزاب الثوره دي تعبير حضرتك، انا ما قلتش كده. انت بتقول لي من طلعت ميدان التحرير عشان تعطيها القدر اللي يخليني اتهيب اني اتكلم عنها. انا ما قلتلكش تتهيب ولا حاجه. يعني انا طب قول لي ان هم مش دول احزاب الثوره. انا بكلمك عن، ما هو حاجه من اتنين يا دكتور حازم، حاجه من اتنين، يا دول احزاب الثوره يا دول مش احزاب الثوره. الناس ديت بتروج نفسها داخل الشارع المصري عن دي الاحزاب والتكتلات اللي تكونت من ميدان التحرير. قول لي ده ولا لا، نقطه بس. لا، ما يهمنيش السؤال اساسا. انه لو بقى عمر بن الخطاب وابو بكر ممكن يغلط، لو بقى احزاب الثوره انا ما بقولش يغلطوا، انا بقول لك الاحزاب اللي بتتكون الجديده دي مش موضوعي يطلعوا ملائكه. انا اهلا وسهلا. ما بقولش ملائكه يا فندم، حضرتك بتقول بتصنع، ما بقولكش لا تصنع، ده تفريغ طبيعي للثوره. لا انا ما بتكلمش ان الاحزاب هي اللي بتصنع. لا، انا ما قلتش الاحزاب هي اللي بتصنع، والا انا كده ابقى بتهم ناس. امال اللي بيصنع؟ اللي هي اسناد فكره، ان الفكره دي هي فكره الشعب المصري. يعني انت بتقول الشعب المصري شعب مثلا بعيد عن الاسلام، شعب ليبرالي، شعب حر، ممكن الحرام يبقى حلال والحلال يبقى حرام. بعد اذنك، وهو الليبرالي بعيد عن الاسلام؟ نساله سؤال، الليبراليه اهلا وسهلا بشرط انها لا ترتكب محرمات، اذا وافق على كده يبقى قريب من الاسلام، اذا تحلل منها يبقى بعيد عن الاسلام. فكره مبسطه. وليه الليبرالي لازم يرتكب اشياء ضد حرام يعني؟ مش هو يرتكب، مش هو يرتكب، هو بيترجم ده الى ايه؟ الى قوانين. ولا ما فيش قوانين في البلد؟ لا، في قوانين. فاذا كان يرى انه المبدأ ان انا رجل مؤسسات الدولة وحداثة الدولة كلها 100% تسير، بس في الاخر انت بتكلمني بقى ان هو حضرتك هتقسم، يعني هتصنف الدولة حاجة من اتنين، مفيش تصنيف يا حلال بتترجم ترجمات. لا انا بقى بحاول افهم. لا يعني يا حلال يا حرام، يعني هي يا دولة حلال يا دولة حرام. لو الليبرالي ده بيعمل الدولة حلال انت ما عندكش معاه مشكلة. ده كلام حضرتك مش كلامي. طب اشرح لي تاني معلش، احنا دايما عندنا مشكلة مع الاخوان في الحكاية دي.
انا كلامي دقيق. انا مش بتكلم عن دولة حلال ودولة حرام، ده التعبير اللي قد يقال علشان الفكرة ما تبقاش واضحة. انا بتكلم عن دولة حديثة زي امريكا وفرنسا وانجلترا وزي كل حاجة، بشرط الا ترتكب محرمات. ايوه، يبقى في دولة حرام ودولة حلال. ده كلام حضرتك، انا ما قلتش كده. لا اله في تصرفات حلال وتصرفات حرام، في قوانين حلال وقوانين حرام. ايوه، يبقى انت معيار الدولة بالنسبة لك لما ترقي، طب يبقى معيار الدولة بالنسبة لك يا شيخ حازم انها يا حلال يا حرام، بتعمل حاجات حلال او حرام. انا لم بتعمل، شوف بقى حضرتك، مفردات، مش دولة حرام ودولة حلال. لا بتعمل في مفردات حلال ومفردات فحضرتك حرام. اكيد جزء من رغبتك في الترشيح لرئاسة الجمهورية ان تكون هناك دولة بتعمل حاجات حلال مش حرام. هي دي رغبتي انا، بس ده انا يا فندم لا، انا سؤالي مباشر وواضح. انا بجاوبك على سؤالك، خلصوا. جايز في رئيس تاني ليه رغبة تانية. انا بس حضرتك كده قررت ترشح نفسك علشان تبقى بتعمل كل حاجة حلال في هذه الدولة. ده شيء عظيم. ده سؤال حضرتك. الإجابة كالآتي، إنه أنا بعتبر أو أنا بعتقد، مش أنا مرشح وفي مرشحين آخرين، أنا بعتقد أنني والناس في هذا الجانب إن ما فيش حد عايز إنه يرتكب محرمات، وإنه في المقابل في مرشحين أو أحزاب تريد من عند نفسها، أنا بسميهم مجتمع النصف في المئة، شايف إنه مش بالضرورة يلتزم بربنا. ربنا يقول زي ما هو عايز، إنما أنا مش هلتزم. أنا رأس مالي الذي أراه إن الناس اللي في الريف وفي المدن وفي الأحياء الشعبية والأحياء الراقية، الناس دول مش عايزين يحاربوا ربنا، الناس دول مش عايزين يعملوا حرام، مش عايزين حد يفرض عليهم ده. ما يجيش التلفزيونات تزعم وتدعي عليهم انه ده مجتمع ليبرالي، انه ده. لا، انا مع المجتمع الليبرالي بشرط الا يرتكب المحرمات. في حد بيختلف مع كده؟ اللي يختلف مع كده بس يكون عنده شرف انه يعلي، يقول نعم انا اريد مجتمعا ليبراليا حتى لو ارتكب الحرام. انما انا بقول لحضرتك انا فكرتي. لا، ما هو حد يقول كده برضه. ما هو عشان كده وانت حاطه تحت السكينه كده، بقت الناس متقسمه بالنسبه لك اتنين. يا ناس عايزه الحلال يا ناس عايزه الحرام. برافو عليك. بس كده. وهذه هي جوهر الفكرة. أن الذي يريد الملاهي الليلية، أيوة فندم، ويريد الخمر، أيوة، ويريد أن تظل القوانين المصرية تبيح الحرام وربا البنوك أو اشمعنى البنوك؟ علشان أنت عايز تدخل في نقطة خلافية. إنما ما رأيك في الربا الذي شيخ الأزهر والمفتي ومجمع البحوث الإسلامية بيقول عليه الربا، اللي هو الربا المحسوم، حتى هذا لا يحرمه القانون. لا، ما أنا بكمل لحضرتك. فبالتالي نحن الآن إحنا بس عايزين، ولذلك أنا مشكلتي مع الظاهرة التلفزيونية مشكلة ثقافية مش مشكلة دينية. مشكلة أن يكون شريفا، أن يقول ما يؤمن به، بس يقوله بوضوح. لأن أنا فعلا درست المجتمع الأمريكي والفرنسي أو الأوروبي بصفة عامة دراسة متعمقة عبر عشرات السنين، وأنا فعلا أريد دولة حديثة فيها مبنى للتلفزيون وفيها بنوك وفيها اقتصاد سليم مش زي الاقتصاد ولكن حلال، بس بشرط ان لما نلاقي حاجة اسمها حرام نقول لا، ما ينفعش يبقى فيه شذوذ جنسي او يبقى فيه، حتى لو كان كباريهات في شارع واحد. إلا ليه اغلب الاسلاميين ماسكين في حته الشذوذ الجنسي دي؟ اللي يعني انا عايز افهم امتى سمعت هو يعني انت شايف ان مصر مليانه شذوذ جنسي يعني او عكس مصر او خاليه. لكن الذي يسأل هذا السؤال عليه ان يراجع ثقافيا ايضا ان الامم المتحده وامريكا ضغطت عبر مؤتمرات السكان الاربعه، سواء القاهره او بكين او الرباط او الاردن، ضغطت من اجل امور كان من ضمنها اباحه هذا. فكون انك عايزني ابقى مغير لما قالت الاباحه، شايف الشذوذ الجنسي يعني في مصر منتشر حاجه؟ بالعكس، شايف انه لا وجود له. بالظبط. لكن شايف انه العولمه تضغط به. بقول لحضرتك 4 مؤتمرات ما جابتش نتيجه معانا خالص العولمه. الحمد لله، لان شعب محترم. عشان كده بقول لك الشعب ده انا وهو على فكره انا وحضرتك متفقين في نقطه انا دايما برددها في البرنامج ده، ان الشعب المصري غالبيته ودليلي على هذا الاستفتاء عندما يطرح عليه فكر سياسي مغلف بالدين فهينتصر لده. برضو دي عبارة يعني أنا أشعر تجاهها بالعداء الشديد. مفيش عداء ولا حاجة. لأنه الدين ليس غلافا.
الدين مش كلمة مغلف. الدين ليس غلافا، ده اللي ممكن اسمعني حضرتك. الاقتصاد المصري، الدخل القومي المصري بيدخل له دخل، عشان تعرف بس هم عايزين مننا يعمل ايه، وعشان تعرف ايه اللي يخلي واحد زي حالاتي بمنتهى الحماس لابد ان يدخل في هذه الانتخابات. لما يبقى الدخل القومي المصري بيجي مثلا من السياحة ومن قناة السويس ومن البترول ومن موارد مختلفة، وبعدين تيجي تنظر في هذه الموارد فتفاجأ مفاجأة مذهلة أن كل هذه الموارد التي تشكل القسم الأعظم من الدخل القومي لبلدي اللي أنا المفروض أكون كمواطن كحر شريف بدافع عنه، كلها من نوع واحد فقط، هي النوع الذي لا تدخل لي منه ولا مليم إلا عبر العالم الغربي. سياحة على سبيل، أنا مع السياحة عشان بس يبقى حضرتك لحظة أنا ما خلصتش. لحظة حضرتك قريت الموازنة الأخيرة؟ لحظة عشان قبل ما تكمل بس حضرتك بتبني فرضية على شيء غلط. لا لحظة واحدة. حضرتك قريت الموازنة؟ ما أنا هجاوب حضرتك بس. حضرتك قريت الموازنة؟ أنت حضرتك مش عايز تسمع الإجابة. لا ما هو اللي حضرتك أنا الفرضية. مش قريت الموازنة الأخيرة فقط، أنا لا الأخيرة، الموازنة لغاية 2010 بدأ من سنة الموازنة اللي قدمتها الحكومة قريتها؟ إلى 2010 قرأت من 76 ل 2010. لا يا فندم، لا لأن المقدمات اللي حضرتك بتقولها دي غير صحيحة. أنت عارف دخل مصر في الدخل بتاعها كام في المية؟ السياحة كام في المية؟ لا دي 10% ولا 11. أنت عارف دخل مصر أغلبه منين؟ كام؟ 66% ضرايب. طب لا أنت حضرتك خلطت بين نوعين من الدخل. ما هو الضرايب ده أنا النهاردة لما بعمل إعادة توزيع داخلي في الاقتصاد، ما هو الضرايب دي انا باخد من الشركات بدي للحكومه تنفق، ده داخلي. انا بكلمك عن الدخل القومي الذي ياتي للبلد من خارجها. انت حضرتك بتتكلم عن حاجه ثانيه خالص. دخل مصر كله 66% منه ضرايب. اللي حضرتك بتتكلم فيه الباقي ده انت بتتكلم عن الحكومه، انت بتتكلم عن دخل الحكومه. انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا بتكلم دخل القومي للبلد. لما يبقى جاي من حاجات مرتبطه ببقيه دول العالم. لما تيجي تيجي بلد زي المانيا ولا فرنسا تقول مصر غير امنه دلوقتي فيا المان ما تروحوش، تتقفل حنفيه السياحه الالماني. حضرتك عندك الحل للكلام ده؟ امال ايه؟ ما هي دي الفكره، انه اعاده هيكله الاقتصاد المصري بحيث انه ما يكونش بكامله بهذه الصوره، بلاش اقول بكامله بنسبه كبيره. لا ده يا راجل قناه السويس قدروا ينزلوا دخلها في 10 ايام بس من القمه لصفر، ما بتدخلش 50 قرش في 10 ايام بتفجيرين مش عندنا خالص. كانوا تحت عند باب المندب وقالوا بس ان الممر الملاحي اصبح غير من 8 سنين. لا ما هو ده بقى يعني لما حصل لما حصل انفجارين في باب المندب ابتدت الناس تفكر انها تاخد طريق مختلف وكل مشكله كبيره. وطبعا وبداوا ياخدوا وخدوا فعلا لمده لحد ما انت تروح تقول لهم انا غلطت في ايه. بس هل يمكن ان تظل اقتصاديات البلد بكاملها موجودة تحت سلطان ان وزارة خارجية في دولة اجنبية تقول للسياح ما تروحوش ولا تقول للسفراء؟ وجهة نظر محترمة. علشان كده هيكلة الاقتصاد بانك تضع اسس اصيلة ان يبقى في عندك هنا دخل داخلي في مصر داخلي، وانت عندك وزير الزراعة الحالي، مش انا بكلم